أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. النهاردة ورشة تعليم إزاي نعمل مكتب بقرصة خشب زي ما حضراتكم شايفين، مقاس متر أهي. أنا هقيس مع حضراتكم علشان نكون عارفين. أهي متر في 50 سنتي، والرجول بتاعتها عبارة عن 4 رجول زان. طول الرجل 70 سنتي، وده يعني طول معقولش جدا، لان 70 سنتي والقرصه 2 سنتي و قطعه المعدن 2 سنتي، يبقى كده المكتب هيكون 74 سنتي، وده مقاس معقول. بنبدا ان احنا جبنا الاربع رجلين. انا جايبهم من عند الخراط، دهناهم باللون بالسيلر على لون الخشب. والقرصه زي ما حضراتكم شايفين عباره عن تشيب بورد او MDF او اي خامه احنا بنحبها، بس القرصه دي تشيب بورد واخده طبقه ميلامين علشان اقدر قرصه المكتب اغسلها وتكون يعني تستحمل المكتب والمذاكره. وده 4 رجول. وبعد كده جبت 4 مسامير زي ما حضراتكم شايفين. المسمار بالشكل ده كده عباره عن سن بيخش في الرجل، وسن بيخش في قلب قطع المعدن. خلينا نركب مع بعض كده الاربع رجلين. ركبنا حطينا المسمار بالشكل ده كده في البدايه، وده مفتاح ألانكيه نجمه. هبدا اركب المسمار. سوري معلش. هبدا اركب اربط المسمار كده بمفتاح الألانكيه النجمه. وعايز اقول لكم طبعا ان الموضوع ما هو صعب يا جماعه، والموضوع سهل. انا طبعا مخرم مكان المسمار زي ما حضراتكم شايفين. اهو بربط المسمار، يعني انا ثبت ايدي على الألانكيه وبلف الرجل. ممكن اعمل العكس، يعني ممكن الف بالألانكيه كده كويس. كل حد حسب ما بيرتاح يركب المسمار جوه الرجل. هركب مع حضراتكم الاربع رجلين علشان نشوف كمان وقت الترابيزه تاخد تجميع قد ايه.